وبكده لو جينا نحسب المتوسط بتاعنا او نشوف المتوسط بتاعنا كام، فكده احنا عندنا اغلب الفراخ الصغيره بادئه من اول كيلو 700 لحد اغلب الفراخ الكبيره 2 كيلو و700. يعني تفاوت كبير وملحوظ، ولكن الحمد لله على كل حال، والحمد لله انها عدت بخير، وان الفرخ مازال بياكل وبيشرب وبيحول، وربنا يكملها بالستر من عنده باذن الله، وبفضل دعواتكم وبفضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني النهارده لو جينا نقول متوسط الوزن بتاعنا من اول كيلو 700 ل 2700، ممكن يكون المتوسط بتاعنا كده 2 كيلو 200. ما شاء الله معدل يعني كويس. طيب النهارده الفرخ اكل لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي حالا، اكل 10 طن وربع على ال 3000. يعني كده الفرخ اكل تقريبا 3 كيلو 350 مثلا، 3 كيلو 400. طيب 3 كيلو 400 ومديني معامل او مديني متوسط وزن 2 كيلو 200، يعني كده معامل التحويل بتاعنا، نحسبها مع بعض معلش ثواني. احنا قلنا 10 طن وربع على 3000، يعني كده الفرخ اكل 3400 بالظبط زي ما قلت لكم على 2200. يعني معامل التحويل بتاعنا 1.55. يعني ما كناش متخيلين ان معامل التحويل بتاعنا يكون بالشكل ده، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني بعد ما كان معامل التحويل بتاعنا 1.1 اتغير تماما وبقى 1.55%. ولكن ده برضه بسبب الدروب اللي قابلنا بيه، والحمد لله اننا عدينا منه على خير في ظل الوباء المنتشر في الفتره الحاليه، وخصوصا ان المزارع متبهدله. فان احنا وصلنا للمرحله دي فضل وكرم ونعمه من ربنا، ويعني مش شطاره مننا، بالعكس. يعني الشغلانه دي ملهاش كبير، مهما كنت حريص ممكن برضه يواجهك حاجات تفوتك، وممكن حاجات صغيره كده تكعبلك. فالحمد لله هي بتمشي بكرم ربنا، وان احنا بنتوكل على الله وبناخد بالاسباب، وبنحاول ان احنا نمشي بطريقه يعني ما نجهدش الفرخ. يعني بقدر الامكان بنحاول ان احنا ناخد الفرخ على هواء او نريح الفرخ. وان شاء الله باذن الله مكملين معاكم لنهايه الدوره. خلاص هانت، ممكن يوم يومين ثلاثه بالكتير ونبيع، يعني كله يرجع لسعر السوق. ادينا مكملين ان شاء الله. العنبر واسع ياخد الفرخ معاك اكتر من كده. يعني العنبر ما شاء الله يشيل 4، بس احنا مسكنين فيه 3 بس. فما فيش عندنا اي مشكله ان احنا نتقل على الفرخه شويه لو السوق فيه امكانيه انه يتحسن. لو حسينا باي قلق في السوق ممكن نتوكل على الله نبيع. فدايما وقت البيع بيكون فيه برجله. ولكن دعواتكم ان شاء الله ان ربنا يعديها على خير، وفي النهايه ما حدش بياخد اكتر من رزقه او اكتر من نصيبه او اكتر من نصيبه معلش. ولو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ودايما عطر فمك بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله. وما تنساش تعمل لايك ومتابعه، عشان الفيديوهات بتاعتنا مش هتظهر لك في وسط زحمه الفيديوهات على الفيسبوك غير لما تتفاعل معنا. فلو حابب فيديوهاتنا تظهر لك، دوس لايك، دوس متابعه للصفحه، اعمل مشاركه للفيديو عشان يظهرك. واستنونا ان شاء الله باذن الله بكره في اليوم ال 37.